بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة عزي أنفو ترحب بكم من جديد في موضوع مولودية وهران. مولودية وهران موضوع يتواصل لأن المرحلة هذه صعيبة، المرحلة العويصة، مرحلة الشتوي، الميركاتو الشتوي، تحويلات يعني المرحلة تاع التحويلات الشتوية، الميركاتو إيفرنال. دخلت فيه المولودية كما هو معلوم. دو جوار ماليان جاو راهم يتعينوا، واحد فيهم ماركا بونت اليوم، ربما الأخبار تقول بلي هو سيسي. ماتش اميكال مع لا ريزيرف ولعبوا في زوج، وسيسي هو اللي ماركا هدف، سجل هدف، ولكن النيفو تاعهم مازال ما بانش مليح. ربما يحتفظ به المدرب الى غادي يزيد يشوفهم ربما لايام اخرى، ماناش عارفين شحال، دو ولا تروا جو ولا اون سومان. والقضيه تاع اللاعب الثالث هو لاعب يعني بنسبه كبيره ما هو لاعب مالي اللي راح جاي لو 15 ديسمبر ان شاء الله، وهذا غادي يسني حسب المعلومات حسب المصادر لاعب ممتاز يعرفه المدرب، وراح يجي يسني ديفينيتيف، يعني يجي يسني ديريكت، ما كان لا ايسي لا والو، يقول لك لاعب ممتاز عنده امكانيات كبيره. في المقابل لي زافريكان اللي راهم في المولوديه 90% او اكثر هما اللي غادي يتسرحوا، هما اللي غادي يكونوا في قائمه المسرحين. وبالنسبه بعض الاخبار تقول بلي باكو الغاني باكو ماكسويل باكو راح ينضم الى فريق من الامارات العربيه. هذه الاخبار، هذه هي الاخبار يعني تقريبا رسميه اللي راهي خاص الميركاتو الشتوي. بالنسبه لهذوك لي رومور ما كان حتى حاجه اوفيسيال. الاخبار تكلمت على لاعبين ولاعبين، ما كانش منها، كاين هاد اللاعبين ثلاثه اللي قلت لكم عليهم. الثالث ما عندناش معلومات، ما عندناش الهويه تاعه، ما عندناش وين يلعب، ولكن في اوروبا وراح يلعب في القسم الثاني، وراح يجي يسني ان شاء الله لو 15 ديسمبر. يعني غير يوصل لوهران يروح ديريكتومون يسني ويمضي العقد تاعه مع الفريق. هذا من جهه، من جهه الاخبار. آه، نجم نقولوا اخبار اداريه، الاخبار تاع الكونسي ديسيبلين، لجنه الانضباط تاع مولوديه وهران. كما على بالكم باللي رئيس الفريق و لو شارجي دو كومونيكاسيون ولا طاشي دو بريس راهم كونفوكي لا كوميسيون ديسيبلين على بعض التصريحات مانيش عارف اش قالوا. و لا كوميسيون ديسيبلين تاع مولوديه اليوم فوتوا دو جوار. الاخبار هذه جاتني غير شويه هكا، دو جوار فاتوا في كونسي ديسيبلين. اللاعب الاول هو ايمن شادي وسط الميدان، على حسب المعلومات اللي جاتني، يعني قالوا لا علاش منكت، راك منكت عندك ابسونس ريغولار، ولكن صرا خطا وفيريفاو بلي لقاو بلي عنده الاكسكيوز، كان راه يدير في ريديوكاسيون. دونك الاداره سمحت له، يعني ما سمح، يعني غلطت، ما عندهاش هذا وهذا، وهذا هو التسيير، هذا هو التسيير تاع المولوديه اللي تكلمنا عليه. دونك اللاعب ما داروا له والو، باسكو ما دار والو، الاداره هي اللي غلطت. ما كاش، ربما ما كاش تنسيق بين الاداره وبين الستاف ميديكال، باسكو يقول لك بلي كاين ان كيني ولا كاين واحد مام دي ستاف ميديكال كان عطيها بروغرام دو ريديكاسيون. هذا يدل على التسيير تاع مولودية وهران مع الاسف الشديد. الجوار الزوج اللي فات في كونسي ديسيبلين جوار معروف وهو حماش، يانيس حماش، على المشكل اللي صرا له في الايروبور، وبعض الاخبار اللي كما على بالكم كاع الصحف تقريبا تكلمت على هذا المشكل. الصحف اللي عندها ما عندهاش علاقه مع الرياضه، لان هذا مشكل، مشكل يعني كما نقولوا احنا الاخبار الوارده في الصحف وفي على عبر الشاشه. القضيه تمس يعني مصلحه الوطن. ودونك على هذا لافير هذه ديباسات، وانا قلت يعني من قلت باللي الفريق يعني اللاعب هذا شوه نوعا ما سمعه الفريق بهذه القضيه، لان القضيه تخص مولودية وهران. خاش كي تقول لاعب كتبوه في الايروبور ها شحال عنده، لاعب تاع من؟ تاع مولودية وهران. دونك هذه معروفه. الاداره اليوم حسب الاخبار اللي جاتني قالوا له دا عندك زعما يعني اهانه النادي وعدم التسريح، يعني ما كانش عندك تسريح باش تخرج خارج الوطن، ما خبرتناش. وهو حسب الاخبار يقول لك كان زعفان وكان مدبدب، وكان يقول لهم لا ومن بعد يقول لهم واه. وهذا المشكل هذا راح خلاه يعني زاد يعني هذا المشكل هذا اللي باسكو الاخبار تداولتها الصحف وتداولتها لي سيت، دونك المواقع. دونك جوا راح يكون ليبيري بنسبه كبيره جدا، لاعب حماش اللي لحد الساعه كما هو معلوم تعرفوا بلي ملعب حتى مقابله. وكنت قلت لكم في الصيف في الصائفه
يعني بدون ما ندخل، باسكو أنا كنت نقول هذا لاعب معروف، لاعب دولي، ولكن الموسم الماضي لعب 2 مقابلات مع الفريق تاعه. ها هو هذا الموسم ما لعب حتى مقابلة، رغم أن الرئيس مجلس الإدارة قال بلي لعب مقابلات ودية في تركيا. هذا لا يدل على، يعني ما لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الأهم هو المقابلات الرسمية، المقابلات اللي يحتاجها الفريق باش يحسن الوضعية تاعه. هذه الأخبار اللي بغيت نتكلم عليها وبغيت نقول لكم عليها، يعني أخبار تقريبا رسمية. هذا هو اللي صرا اليوم، هذه الأخبار الجديدة حول مولودية وهران. والشيء الآخر معني ما كان يعني ما كانش كاين غير دعايات والقيل والقال يعني المزيد، يعني الايام المقبله بحول الله تبين اش غادي، كيفاش غادي يكون، كيفاش غادي تكون الوضعيه تاع الميركاتو تاع مولودية وهران. في الانتظار، في انتظار ذلك راه كاين الفريق راه يحضر للمقابله ضد فريق اتحاد بسكرة يوم الاحد المقبل بحول الله. هذه اذا ما الحوصله تاع هذه الحصه تاع اليوم. ان شاء الله تشاركونا خاصه في الاشتراك في القناه اللي هي في خدمة الفريق، خدمة الفرق الوهرانية خاصة، والكرة الجزائرية بصفة عامة، لأن كان مازال مواضيع، كاين مواضيع بزاف اللي غادي نزيدو نهضروا عليها إن شاء الله، خاصة المقابلات كذلك المتأخرة. لي ماتش روطار راهم يزيدوا. لا بروشين جورني كاين غير 4 ماتش، 4 ماتش اخرين ريبورتي، ورانا في الجولة 12. دونك هذه هي. إن شاء الله تشاركونا في الاستفسارات تاعكم، وإلى الملتقى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.